السلام عليكم. اليوم كنقدم لكم لي كاب كيك بنكهة الحامض. كيجيو رطبين وخفاف، وكما كتشوفوا في الصورة مزينين بالشوكولا فيرميسيل وباللوز كونكاسي. نتمنى تجربوهم وغادي يعجبوكم، وخاصة الأطفال. كناخدو جوج بيضات، كنعملوهم في الخلاط ديال العجين، او ممكن نخلطوهم ونطربوهم بالخلاط الكهربائي اليدوي، وكنضيفو عليهم كاس ونص ديال السنيده، عبار كاس العنبه، الكاس اللي كتعبروا به كتكملوا به العبار. كنطربوا الخليط مزيان حتى كيولي اللون ديالو ابيض بهذا الشكل هذا، والقوام ديالو كيكون بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا في الصوره. هذا القوام هذا وهذا اللون الابيض هو اللي كيعطينا لي كاب كيك رطبين وكيطلعوا. كنضيفوا قشور حامضه او قشور ليمونه اللي عندكم، وساشيه ديال لافاني، سكر الفانيلا، قبصه ملح. هاد القبصه ملح كتخرج لنا الاذواق اللي عندنا في الكاب كيك. وكنضيف واحد الكاس ديال الزيت، دائما كاس عبار العنبه. كنطربوا الخليط، نطربوه مزيان حتى كتجانس هذيك العناصر كلها. من بعد كنضيفوا كاس ونص ديال الحليب، حليب بارد، وحنا كنطربوا الخليط مزيان. بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا في الصوره. هي طريقه سهله، يعني اي واحد يقدر يديرها وتطلع لي ان شاء الله ناجحه. كناخذوا 285 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، او بعبار كاس العنبه 3 الكيسان الا ربع. وكنبداو نضيفو شويه بشويه الخليط، الدقيق على الخليط. وحنا نخلطوا المقادير. كنزيدو جوج ديال لي ساشي ديال خميره الحلوى. بهذا الشكل هذا. وكنبقاو نزيدو الدقيق شويه بشويه. وحنا كنطربوا هاد الخليط ديال او العجين ديال الكاب كيك. كنبداو نزولوا الدقيق اللي عندنا في الحواشي ديال الماكينه باش ينسجم مع العجين. كنضيفو ما تبقى من الدقيق. هو العبار راه كيجي مقاد. كنستمروا في خلط العجين بهذا الشكل هذا. في الاخير كنزيدو معلقه كبيره ديال الخل. هذا الخل هذا هو اللي كيعطيه داك
القوام القطني وكيجي رطب. هذا هو الشكل الاخير كيف ما كتشوفوا، كيجي كريمي بهذا الشكل هذا، ويعني ملي كنهزو العجين ما كيتقطعش. بعد كنبداو نعمروا القوالب الخاصه بالكاب كيك. وكنعمرهم اكثر من نصف، يعني ما كان نكتفيوش غير بالنص ديال القوالب، كنزيدو كنبقاو نعمروهم حتى كنخليو تقريبا غير عبر واحد الصباع خاوي، يعني الجهد فين غطلع العجين وفين غادي يتقادو هذوك لي كاب كيك، حيت الا خليناهم يعني عمرناهم غير في النص ما غاديش يجيو طالعين. كنبقاو نعمرو بهذا الشكل هذا حتى نكملو، من بعد كنحطوهم في الثلاجه واحد 10 دقائق يبردوا، او في الكونجيلاتور، ندخلوهم من فران سخون ونقصوا درجة الحرارة للمتوسط. ها هما خرجوا ليا تقريبا 18 كاب كيك، كيجيو محمرين وغزالين بهذا الشكل. انا كنزينهم بالناباج وبشوكولا فيرميسيل وباللوز كونكاسي. هي 18 الوحده اللي خرجت ليا. وهما كنقدمهم ليكم، راه كيشهيو ويعني يستحقون التجربه، وبالصحه والراحه، ونتمنى ان شاء الله يعجبوكم. وما تنسوناش من الاشتراك وجيم، والى وصفه تانية ان شاء الله.